انا مش هتكلم على امتحانات ولا اقول امتحان جه صعب ولا امتحان جه سهل، خلينا بعيد خالص عن القصة دي. انا هكلمك في حاجة انت بتعملها وانت مش واخد بالك، ومش هبالغ لو قلت ان هي كارثة كبيرة جدا وانت مش واخد بالك. حقك ان انت تخرج من الامتحان، انت واحد تعبان طول السنة. حتى لو خارج من الامتحان كان كويس او مستوى متوسط وانت ناقص درجتين تلاتة، فبيبقى من جواك نفسك ان انت تقفل. انت واحد مذاكر طول السنة وتعبان وقرفان ودروس وفلوس ونفسك تفرح اهلك، وبتسهر كتير وعمال مطبق عشان نفسك ان انت تدخل تقفل الامتحان، وده حقك. لما بتخرج ان انت ناقص، حتى لو ناقص درجة واحدة، فانت بتخرج ان انت متضايق، وده الطبيعي لان ده عكس اللي انت بيبقى نفسك فيه، فلازم ان انت تبقى خارج متضايق. انا معاك جدا في النقطة دي وده حقك. بس تعالى اقولك الحاجة اللي انت بتعملها وانت مش واخد بالك، وهي كارثة بكل المقاييس. انت ربنا بيقولك انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، وبيقولك كمان انا لا نضيع اجر من احسن عملا. فانت تخيل ان انت بتخرج من الامتحان عمال تقول انا حلمي ضاع، انا مش هوصل للي انا عايزه، انا كده مستقبلي خلاص في الكنافة، وعمال تقول كلام كتير، مع العلم ان انت لسه النتيجة ما ظهرتش، ولا نتيجة التنسيق ظهرت، ولا تعرف انت مستقبلك شكله ايه، ولا عرفت الغيب، ولا عرفت انت دخلت كلية ايه، ولا جبت مجموع كام. وعمال بتقول حاجات لسه ما حصلتش اصلا، عمال بتقولها من دلوقتي وبتحكم عليها. والكارثة الكبيرة ان انت بينك وبين نفسك بالكلام اللي انت بتقوله بتقول يا رب انت مش عادل، وانا مش واثق في كلامك، وان انت مش هتديني على قد تعبي، وانا ظني فيك يا رب ان انت مش هتديني على قد تعبي، وان خلاص كده مستقبلي ضاع، ومش هاخد نتيجة التعب اللي انا تعبته طول السنة. فتخيل ربنا بيقولك انا عند ظن عبدي بي، وانت ظنك بربنا ان ده اللي هيحصل لك وان مستقبلك ضاع. فشوف ربنا ساعتها هيعمل ايه. وكمان إنا لا نضيع اجر من احسن عملا. فتخيل ان انت مش مؤمن واثق في ربنا ان انت تعبت وعملت اللي عليك، وان ربنا هيديلك على قد تعبك، وعمال تقول مستقبلي راح. فشوف برضو ربنا ساعتها هيعمل ايه، وشوف ساعتها ايه اللي هيحصل لك. فخد بالك كويس قوي من النقطة دي. بلاش زعلك على امتحان، او زعلك ان انت نقصت كام درجة، وحقك طبعا ان انت تزعل لان انت واحد مذاكر طول السنة. ما تخليش الحاجة دي تخليك تفقد ثقتك في ربنا. ويعني هي كلمة كبيرة شوية بس مش هقولها، ما علينا. بس ما تخليش الحاجة اللي بتحصل دي تخليك يعني تعكس كلام ربنا، او ان انت ما تبقاش مؤمن بكلام ربنا، لان انت على حسب ظنك بربنا على حسب ان ده اللي هيحصل لك. وانت بتقول ان كده مستقبلك ضاع لمجرد ان انت نقصت كام درجة، وشايف المستقبل كله في نتيجة الثانوية. احنا للأسف في المجتمع ده مصورين لك، او المجتمع كله مصور لك، وخصوصا اهلك مصورين لك ان مجموع الثانوية ده هو ده نهاية الدنيا، وهو ده كل حاجة. في المرحلة اللي انت فيها في الثانوية اكبر حاجة بالنسبة لك ان انت تجيب مجموع، دي المرحلة اللي انت فيها. لكن الحياة كلها مش بتقف على درجات الثانوية. انت ربنا كاتب لك الخير ليك، ربنا عارف اللي كيب كويس، وعارف ايه مستقبلك بعد كده، لان هو عارف الغيب. فانت ما تعرفوش، فما تبصش لحاجة او ما تسبقش احداث انت ما تعرفهاش. انت ربنا كاتب لك الخير ليك، فما تقلقش من اي حاجة. ناس كتير قوي جابت 100% وقاعدين في الكلية عمالين يسقطوا كل سنة، ومستقبلهم خلاص شبه ضاع يعني، وما بيعملوش اي حاجة. وناس كتير ممكن تبقى جايبة 60 ولا 70% وبيدخلوا كلية وبيتخرجوا معاهم رزق وفلوس وراحة بال وكل حاجة انت ممكن تتخيلها. فهو سعادتك في الدنيا او مستقبلك مش واقف على نتيجة الثانوية. انا مش بقولك ان كده انت مش هتجيب مجموع ولا اي حاجة، انا بكلمك ان انت بس يبقى عندك ثقة في ربنا ان هو كاتب لك الخير ليك على طول. فما تستعجلش واصبر لحد ما تشوف الخير اللي ربنا كاتبه لك. انت واحد بس الفترة دي بتاخد بالاسباب عشان تقول يا رب انا مكمل للاخر، لان انا واثق فيك وبعمل اللي عليا لحد اخر ثانية، عشان عارف ان انت هتديني على قد تعبي طول السنة، وعارف ان انا كمان هاخد اكتر من تعبي، لان انت يا رب كريم وهتديني بفضلك مش بعدلك. فانت خلي عندك ثقة في ربنا وكمل لحد اخر ثانية في الامتحانات، لان والله العظيم الحياة كلها مش ثانوية بس. الرزق والسعادة والفلوس وكل حاجة مش في مجموع الثانوية، الرزق والحاجات دي كلها في حياتك اللي بعد كده، والخير اللي ربنا كاتبه لك ليك. فيخليك بس مؤمن في عدل ربنا، ومؤمن ان انت مهما عملت ربنا هيديك على قد تعبك، ومادام تعبت ما تقلقش من اي حاجة. يمكن يا سيدي ان ده يبقى اختبار من ربنا ليك، ان جاي لك سؤال مثلا، او حتى لو سؤال انت عارفه امتحان سهل وانت تخرج مش حالل، ممكن ده يبقى اختبار من ربنا ليك، عايز يشوفك واثق في كلامه ولا مش واثق في كلامه، او ظنك بربنا ايه.
فيعني خلي عندك ثقة في ربنا وكمل لحد آخر ثانية، وما تعملش الحاجة دي، وخلي بالك جدا من كلامك ومن طريقة كلامك ومن طريقة تفكيرك ومن ظنك بربنا، لأن هو ده اللي مبني عليه يعني كل حاجة بعد كده. وتوفيقك من ربنا ده بيجي عن طريق ظنك في ربنا. فخلي بس ظنك بربنا كويس، وخليك واثق في كلام ربنا ان هو هيديك على قد تعبك. وما دام تعبت ما تقلقش من اي حاجه، كمل اللي عليك لحد اخر ثانيه ولحد اخر الامتحانات، وسيب النتيجه دي بقى بتاعت ربنا. هو ربنا عارف الخير ليك فين وكاتب لك الخير، فما تقلقش من اي حاجه. اهدى بس كده وكمل لحد اخر الامتحانات وربنا هيكرمك. وناس كتير قوي كانت حاسبه لنفسها ان هي هتجيب مجموع كبير وفي الاخر ما جابتش حاجه. وناس كتير برضو كانت شايفة ان هي نقصت درجات واتفاجئت في النتيجة ان هي ما نقصتش في الحاجات اللي هي كانت حاسباها لنفسها، وجابت مجموع اكبر بكتير من اللي هي كانت حاسباها لنفسها. فانت ما تحسبش وما تراجعش وما تفكرش كتير وما تشيلش هم. ارمي همومك كلها على ربنا وخلي عندك ثقة في ربنا، وما تقلقش من اي حاجة، وربنا معاك يا رب ويحقق لك كل اللي نفسك فيه. ويعني النتيجة لسه ما طلعتش، فبلاش تسبق الأحداث وبلاش تسبق التنسيق، وسيب كل حاجة لربنا. ربنا هو عارف الخير ليك فين. وصدقني والله العظيم يوم النتيجة هتحس ان انت خدت اكتر من حقك وزيادة. وساعة كمان ما تدخل الكلية، حتى لو انت ما جبتش مجموع كبير واتضايقت شوية، فساعة ما تدخل الكلية هتلاقي ان ربنا كاتب لك الخير ليك فوق ما تتصور. ويعني هتحس براحة عمرك ما حسيتها قبل كده. ما تسبقش الأحداث واستنى، وربنا معاك يا رب ويحقق لك كل اللي نفسك فيه. السلام عليكم.